اوعي ترمي قشر المانجا، تعالي حطي عليه شوية مية وشوفي النتيجة اللي فعلا حرفيا هتبهرك. ندخل على الفيديو بتاعنا، بس قبل ما ابتدي الفيديو كده صلي على النبي عشان تحلي بركة رسول الله في الفيديو. ويلا بينا. زي العادة جبنا مانجا علشان نخزنها، ودي كانت غلطة عمرنا ان احنا غيرنا النوع بتاع المانجا المعتاد اللي كنا على طول بنخزنه. عايزة اقولك ان المانجا دي اسمها فجر. طعمها حلو جدا جدا، بس حرفيا ما تنفعش ابدا للتخزين. ليه بقى؟ هقولك شوية اسباب، ودي حاجة خلاص انا اتأقلمت عليها وكل سنة ما كنتش بغير، بس للأسف انا اتجبرت عليها السنة دي. عندي هنا 5 كيلو من المانجا، ودي كانت طبعا ما تبقى منها لان الباقي كنا بصراحة حرفيا بناكله. قلت يعني خلي التخزين كده للاخر، فهم دول بس شوية اللي خزنتهم السنة دي. جبت النوع ده من المانجا اسمها فجر، وانا حرفيا كل سنة يعني بحاول كده لما اكون هخزن مانجا بخزن المانجا اللي اسمها زبدة، ودي افضل نوع حرفيا. ليه بقى؟ لاني ما بتغيرش لونها وقت التخزين، وكمان القشر بتاعها بيفضل كأنه صابح لو حتى لو سبتيه لتاني يوم من غير اي سوائل ولا اي حاجة. كانت ال5 كيلو قطعتهم كده زي ما انتوا شفتوا، وابتديت اخليهم من الجلد بتاعهم، وابتديت اخد القطع كده قطع على بعضها واحطها في الكيس بلاستيك واربطها على حسب بقى كمية العصير اللي هعملها. هي في الحجم وفي الشكل وقت ما بتقطعيها حلو جدا، بس حرفيا لما بتقعد في التلاجة سواء في التفريز او حتى القشر بتاعها زي ما انتوا شايفين بيسود جدا وما ينفعش ابدا تعملي بيه حاجة. انا هنا ابتديت طبعا اخدت القطع وحطيتها في الفريزر، وزي العادة انا ما برميش القشر، انا يا اما بعمل منه عصير يا اما بعمل منه احلى ايس كريم ممكن تاكليه. حطيته في التلاجة ونزلت عليه طبعا ب2 لتر كده من المية، وسبتهم علشان القشر بتاعهم يطرى، والعضمية بتاعت المانجا كده تبتدي تطرى بكل اللحم اللي موجود فيها، فلما تيجي تخليها بتبقى سهلة جدا. ابتديت طبعا تاني يوم طلعتهم طلعوا باللون اللي انتوا شفتوه ده. وطبعا لان المانجا مش هي دي بتاعت التخزين، فما ينفعش خالص خالص تعملوا بيها اي حاجة. بس انا حاولت كده انجز في الفيديو عشان كمان اعرفكم الغلطات اللي ممكن تقعوا فيها. جبت طبعا القشر وابتديت عصرته كويس جدا وابتديت اصفيه، واخدت العصير بتاعه ورميت التفل. طبعا اخدت كوبايتين منه ونزلت عليهم بمعلقة كبيرة من النشا ومعلقة كبيرة من الجيلاتين و3 معالق من السكر، ورفعتهم على طول على البوتاجاز لحد ما يوصلوا للقوام اللي انتي شايفاه ده. قوام كده يكون تقيل جدا وسميك. طبعا لما هتحطيهم على البوتاجاز هيغيروا لونهم يسودوا، يبقوا حاجة بسيطة كده عن اللون بتاع العصير. طبعا اخدت الخليط ده غطيته كويس كده بكيس بلاستيك ودخلته على طول في الفريزر، ودي يعتبر الخميرة بتاعة الايس كريم اللي هنعملها. نزلت على طول بباقي العصير بتاعي، يكون طبعا عصير تقيل جدا. تنزلي على طول عليه بربع كيلو من الكريم شانتيه البودر، طبعا من غير ما يكونش فيه سكر. كمان حطيت عليه كوباية كبيرة من السكر، ونزلت عليه بنص باكت من العصير المانجا علشان لو يعني كمان ما استفدناش من الطعم بتاع المانجا يبقى كمان عززنا اللون زي ما انتوا شايفين. طبعا ضربتهم كويس قوي قوي بالمضرب الكهربائي، وكانت اللي يعتبر خميرة الايس كريم ابتدت كده تمسك نفسها في التلاجة. حطيتها مش اقل من نص ساعة علشان خاطر تمسك نفسها، وكمان ما تبقاش سخنة ابدا. لمجرد ان هي اخدت درجة حرارة التلاجة تنزلي على طول بيها على الخليط اللي احنا عملناه مع بعض. حرفيا احلى ايس كريم ممكن تاكليه. تضربيه كويس جدا جدا زي ما انت شايفه لحد ما القوام بتاعك يتقل وكمان لونه يفتح، وكمان اللي يعتبر الخميره بتاعه الايس كريم تبتدي تدوب كده في الخليط اللي احنا عملناه، وتحسي ان القوام كده زي ما انت شايفه، لا هو بقى خفيف ولا هو تقيل، زي ما انت شايفه كده القوام ما شاء الله اللهم بارك. طبعا بودرة الايس كريم او بودرة الكريم شانتيه ما شاء الله بتخلي القوام كده تقيل جدا جدا، وكمان العصير عشان ميته قليلة جدا فطبعا اوريدي يعتبر منزل عصير مانجا اكتر من المية نفسها، فما شاء الله تقيل وسمكه حلو جدا. دخلته في الفريزر على الاقل خالص تدخليه يومين، وللاسف انا ما عنديش المعلقه بتاعه الايس كريم، ودي طبعا مشكله بتقابلني كل سنه ومش عارفه ايه اللي بيلهيني ان انا ما اجيبهاش،
بس كان قوامه حلو جدا ما شاء الله، وطعمه عايزه اقول لكم حرفيا كانه زي بالظبط الجاهز. جربوه بجد، مش هترموا اي حاجه ابدا من المانجا ولا حتى القشر، حتى لو مسود هتطلعوا منه احلى ايس كريم. وكمان ممكن تعملوا عصير. الكمية دي ما شاء الله اللي هي يعتبر 5 كيلو من المانجا، اللهم بارك. لو عملتي القشر بس ممكن ولا حتى 20 كوباية من كوبايات العصير ممكن تحلوا بيها في اي وقت، ولا انكم حرفيا ترموا اي حاجة من المانجا. ما شاء الله اللهم بارك، كتيرة جدا السنة دي، وما شاء الله كل الانواع بتاعتها احلى من بعض. بس حرفيا لو هتخزني يعني ما تغيريش الزبدة، او في نوع تاني اسمه كمبورس ممكن بيكون لونه بيغمق برضو، حاجة بسيطة قوي قوي مقارنة باللي انا يعني جربته المرة دي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحط لايك وتشترك في القناة. حرفيا انا بحب جدا جدا حوار التوفير، لان بيساعد في كل البيوت المصرية اللي زينا البسيطة. لحد هنا الفيديو خلص، اسيبك في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.